مرحبا بكم. باشرت لجنة مختلطة ومختصة الأربعاء عمليات متنوعة في أماكن مختلفة بمدينة برشيد قصد تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين وباقي المخالفين تحت رئاسة ممثل السلطة الإقليمية في شخص باشا المدينة وعناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي وأفراد القوات المساعدة وممثلين عن المصالح الجماعية. هذه العملية النوعية التي استحسنها معظم السكان ودعوا إلى استمرارها بعدما كانت مطلبا ملحا في مراسلات المتضررين إلى الجهات المختصة، ركزت على شارع شفشاوني بالحي الحسني باعتباره نقطة سوداء بالمدينة في ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث جرت إزالة الخيام والعربات اليدوية والمجرورة والصناديق البلاستيكية والخشبية، فضلا عن الفراشات العشوائية واللوحات الإشهارية المثبتة على الرصيف في خرق واضح للقانون. وكانت المصالح الجماعية قد نبهت الباعة الجائلين قبل عيد الأضحى بأسابيع إلى الوضع المقلق الذي بات عليه احتلال الملك العمومي وما يشكله من خطر على حياة المواطنين، وذلك بعرقلة السير وحرمان الراجلين من حقهم في الرصيف، فضلا عن التلوث والضجيج ومخلفات الباعة الجائلين التي تفسد جمالية المدينة وتزيد من معاناة عمال وعاملات النظافة. واستعانت اللجنة المختلطة في تحرير الملك العمومي وإرجاع الوضع إلى حاله الطبيعية بموارد بشرية من مصالح مختلفة، فضلا عن عمال النظافة وأعوان السلطة المحلية، باستعمال الجرافات والشاحنات لنقل كل المحجوزات الموجودة في وضع غير قانوني. وطالبت السلطات الباعة الجائلين المستفيدين من محلات تجارية بالسوق النموذجي إدريس الحريزي الذي صرفت عليه ملايين الدراهم بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي الشركاء بالالتحاق بها.